ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هقول لك 5 لعيبه وجودهم غير مؤثر في النادي الاهلي. باختصار كده وجودهم غير مفيد خالص في القلعه الحمراء. ولكن على فكره انا نزلت فيديو عملت فيه مقارنه بين 2 لعيبه من افضل اللعيبه في مصر، حسين الشحات وزيزو. نزلت فيديو مقارنه يعني في قناه انجول، هسيب لك اللينك في اول كومنت في اول تعليق او في الاي اللي بتطلع لك هنا. فيديو مهم جدا بالارقام بالاحصائيات بالتحليل الفني، يعني حصري بجد، فيديو للتاريخ على قناه انجول. لو انت حابب تعرف المقارنه، تعرف مين افضل بين زيزو وحسين الشحات، روح على انجول. مين بقى ال5 لعيبه اللي وجودهم مش مفيد في النادي الاهلي؟ اول لاعب عندنا هو محمود متولي مدافع ولكن كثير الاصابات. محمود متولي حاجز لنفسه مكان في القايمه، بس فعلا الاهلي مش بيستفيد منه. تاني لاعب محمد طاهر يا شباب اخد فرص كتير جدا جدا، ولكن التجربه اثبتت انه لاعب غير مؤثر. يعني ايه؟ يعني مش هيقدر يصنع الفارق في هجوم النادي الاهلي. وجوده زي غيابه زي عدمه، مع احترامي الكامل محمد طاهر. ثالث لاعب عندنا هو صلاح محسن. باختصار كده طريقة لعب وشخصية صلاح لا تناسب فريق كبير زي النادي الأهلي. صلاح محسن ممكن يأدي مع انبي، سيراميكا، سموحة، الفرق اللي هي يعني أندية غير جماهيرية، أندية في وسط الدوري، ولكن مش بيقدر يتحمل الضغوطات ولا يتحمل الإعلام بالنسبة للقلعة الحمراء. رابع لاعب غير مؤثر في النادي الأهلي هو أنتوني موديست لاعب بيشطب كوره، يعني خلاص مش هيدي النادي الاهلي، مش هيفيد الفريق، وهو اصلا بدنيا واقع. الخامس هو محمد الضاوي كريستو. هتقولي ازاي؟ ده كريستو ده موهبه وجاي من تونس، لاعب كبير وجاي هداف الدوري التونسي. انا معاك ان كريستو ده لاعب واعد وعنده امكانيات فنيه رهيبه، ولكن كولر خلص عليه. يعني مش عند القصه دي، كولر هو اللي حطم اللاعب، هو خلاص ما انت فاهم، مفيش فرصه، مش هيلعب مش هيشارك. وجوده زي غيابه في النادي الاهلي. انا مش بحس بكريستو موجود في القايمه ولا مش موجود، هو اصلا كولر دايما بيستبعده. وبالتالي اللي خلص على كريستو في النادي الاهلي في المرحله دي هو كولر، لان ممكن فيما بعد محمد كريستو يتم اعارته لاي فريق وبعد كده يرجع تاني للنادي الاهلي النجم كبير. بس يا شباب دول 5 لعيبه وجودهم غير مؤثر في النادي الاهلي. قول لي في التعليقات، ممكن انت يكون ليك وجهه نظر تانية، وانا ان شاء الله الفتره الجايه احاول اشارك اكبر عدد من تعليقاتكم. ويا ريت يا شباب لو انت عاوز تعرف مين افضل بين زيزو وحسين الشحات، شوف الفيديو في اول كومنت على قناه انجول. ان شاء الله فيديو يعجبكم، في مقارنه حلوه وفي شغل كويس بالارقام، يعني بالتحليل الفني بالمنطق كده. هقول لك مين الافضل بين زيزو وحسين الشحات على قناه انجول. بكده نكون وصلنا للنهايه. ما تنساش تعمل لايك ومتابعه ومشاركه. شكرا ليكم، السلام عليكم.